ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض تاني افطار الصائم. الحمد لله الغاز ركب عندي وهنبدا بقى نشتغل كل يوم مع بعض، وكل يوم هنزل لكم افكار وحاجات كتيره ان شاء الله. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو. هنا جبت حله حطيت فيها ميه غليت على النار ونزلت باللحمه اللي انا هعملها النهارده ان شاء الله. عاملين كميه كبيره من الوجبات عشان نعوض الكام يوم اللي احنا ما عملناش فيه. كده حطيت اللحمه زي ما انتم شايفين وهسيبها بقى تطلع الريم بتاعها، وبعد كده اشوف هعمل فيها ايه تاني. عايزه اشكر كل اللي ساعدني ان انا اعمل الوجبات بتاعت افطار الصائم دي السنه دي. يعني كذا حد مشارك فيها، الحمد لله الحمد لله. وان ربنا يبارك لهم يا رب كده ويكرمهم. طبعا هم مش عايزين اقول اسمائهم، بس ربنا يا رب كده يكرمهم ويعوض عليهم ويرزقهم يا رب كده بالخير كله. هنا بقى بدأت اللحمة تطلع الريم زي ما انتم شايفين، بدأت بقى ان انا اشيله بالطريقة دي. وبعد كده هنحط لها بقى الحاجات اللي هي البوكيه جارنيه بتاعها. هنظبط الشوربة عشان انا عايزة الشوربة دي استفاد بيها وهعمل بيها حاجات. مفيش اي شوربة هتطلع عندي من الفيديوهات اللي احنا هنعملها هنرميها، لاني هحتاجها في نفس الفيديوهات وفي فيديوهات تانية. حطيت هنا بقى بصل وحطيت ورق لورا وحبهان، وكمان هحط طماطمايه كام طماطمايه كده برضو عشان كميه اللحمه ما شاء الله كبيره. وهحط رشه فلفل اسود مش كبيره قوي عشان مش عايزه الشوربه بتاعتي تبقى غامقه. كده خلاص حطيت اهو 3 طماطمات زي ما انتم شفتوا. هقلبهم بقى وهسيبهم كده يستووا مع نفسهم لغايه ما احنا نشتغل في حاجات تاني. مش بقف على حاجه واحده، لا انا بشغل نفسي على كذا حاجه في البوتاجاز عشان ننجز في الوقت. هنا جبت بقى معلقه سمنه كده محترمه وجبت كمان حبه زيت. وهحطهم كده في حله، هعمل تسبيكه في حله واحده وبعد كده اقسمها للحاجات اللي احنا هنعملها. ما تنسيش بقى تحطي اللايك والاشتراك في القناه، ولو انت جديده دوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله، واكتبي كومنت حلو زيك. هنا بقى فرمت البصل بتاعي في الكبه كده على مرتين زي ما انتم شايفين، كميه بصل برضو حلوه على حسب كميه الاكل اللي احنا هنعملها. فرمت كده البصل وحطيته على السمنه اللي احنا حطيناها، واول ما هيبتدي يدبل معايا كده وهيبتدي ياخد لون، فرمه بقى هنا حبه فلفل احمر على توم. هستخدمهم طول الفيديو برضو. هجيب كده بقى معلقه حلوه من الفلفل الاحمر والثوم، هتديكي ريحه حلوه جدا جدا وطعم خطير. حطيتهم برضو كده واخدهم تشويحه مع البصل. بعد كده بقى انا عندي طبعا الطماطم، فاكرين ان انا جبتها قبل كده معاكم في فيديو. طبعا انا صلصلتها يعني عملتها تقيله كده عشان تنفعني وما تاخدش معايا وقت على البوتاجاز. جبت كده شفشقين كبار من الطماطم، يعني حوالي الشفشق ده حوالي لتر ونص. فدول حوالي 3 لتر من الطماطم حطيتهم كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط كده رشة سكر عشان حموضة الطماطم بس مش اكتر. وهسيبهم بقى يتسبكوا على نار هادية كده وعقبال ما نعمل برضو حاجة تانية. تعالوا شوفوا اللحمه بقى بتاعتي وصلت لايه وشكل الشوربه بتاعتي عامل ازاي. بصوا ما شاء الله لون الشوربه تحفه ازاي، خطيره. لسه ما كملتش سوا، هغطيها واخليها تكمل سوا براحتها خالص. جبت هنا كيلو ونص من سميد البسبوسه. حطيتهم كده في طبق وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه من البيكنج باودر ونص معلقه من الفانيليا. وهنعمل الحلو بتاعنا بتاع النهارده. لو وصلتي لغايه هنا للفيديو لسه ما حطيتيش لايك، انزلي كده بسرعه حطي لايك وحطي كومنت كمان يشجعني. بعد ما حطيت سميد البسبوسه والبيكنج باودر والفانيليا، نزلت بكوبايتين ونص من السكر العادي خالص بتاعنا. قلبتهم في بعض كويس جدا جدا، وجبت هنا بقى كوبايتين من السمنه ونزلت عليهم بالطريقه دي. طبعا مسيحه السمنه عشان تخش على طول في السميد بتاع البسبوسه. هفضل بقى كده ادعك في سميد البسبوسه او ابسه زي ما انتم شايفين كده لغايه ما يتشرب كميه السمنه اللي عندي كلها. في المرحله دي بقلب زي ما انا عايزه وبدعك زي ما انا عايزه. بعد ما بحط السوائل بتاعتها خلاص، هي يا دوبك بدخل كل المكونات في بعضها وخلاص. طبعا مولعه الفرن تسخن على درجه حراره 180. هنا بقى هبتدي ان انا اجيب السائل بتاعي. النهارده انا هعملها بالميه والزبادي. جبت هنا حوالي كوبايه من الميه الدافيه ونزلت عليها بمعلقتين كبار من عسل الكلوكوز. وهقلبهم كويس جدا، ادوب العسل الكلوكوز، لازم الميه تكون دافيه عشان العسل يدوب معايا بسرعه. بعد ما العسل داب معايا جبت علبة زبادي كده كبيرة وهبتدي ان انا احطها. ممكن تستغني خالص على الزبادي، انا بصراحة بحبها من غير زبادي ومن غير اي حاجة. انا بحب اعملها كده اسمها بسبوسة المية دي، زي المحلات وزي الحاجات زي المحلات اللي بره ما بتعملها، بتبقى تحفة وناعمة وجميلة. حطيت بقى هنا الكمية اللي احنا دوبناها مع بعض، وهكمل حوالي كمان كوباية كمان من المية. ميه برضو دافيه، وهقلب بقى كل الخليط كده مع بعضه تقليبه كويسه. هدخل بس المكونات في بعضها، مش هعمل اكتر من كده. خلاص شايفين بقى كده القوام اللي انا عايزه اوصل له. حلو قوي كده. هجيب بقى الصاج اللي انا هشتغل فيه، هدهنه دهنه كده حلوه من السمنه. يا جماعه انا بشتغل بايه لان انا ببقى عايزه انجز في الوقت، وانا ايدي على طول بغسلها في المطبخ، يعني طول ما انا واقفه ايدي على طول
بتتغسل تحت الحنفيه على طول. فردت بقى كده السمنه زي ما انتم شايفين، وهجيب بقى خليط البسبوسه كله هافرد الخليط زي ما انتم شايفين كده في الصاج على طول، واسويه واخلي يعني كل حته متساويه بالتانيه عشان يطلع كله سوا واحد. وبعد كده بعد ما فردته بالطريقه دي همسكي بقى الصاج اخبطه خبطتين كده على الرخامه عشان اتاكد ان هو كله متساوي وكله داخل في بعضه. خلصت كده البسبوسه دخلتها بقى الفرن، وتعالوا نشتغل في حاجه تانية. ان شاء الله الفيديوهات هتعجبكم وتاخدوا منها افكار ممكن تعملوها فطار على حسب عدد افراد الاسره عندكم. بعد كده انا ولادي مش بيحبوا اللحمه في الطبيخ، فخدت كده يعني طلعت لحمه كده وعملتها لهم. هعملها لهم زي كباب حله كده. قطعت بقى قطعه اللحمه كده على 2، يعني مش بحب قطع اللحمه تبقى كبيره في كباب الحله. قطعتها كده على 2 زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. جبت هنا حلة على النار زي ما انتوا هتشوفوا كده، وبدأت انزل بيها بحتة سمنة صغيرة وحبة كمان من الزيت. السمنة هتسيح كان عندي اول ما السمنة عندي ساحت حطيت على طول اللحمة، نزلت باللحمة على طول. عايزة اديها تشويحة كده وتاخد لون معايا بسيط علشان يعني تاخد صدمة كده، تحتفظ بكل السوائل اللي فيها، مش عايزة كل المية اللي فيها تنزل. حطيت بس ورق لورا، وحطيت كمان حبة من الحبهان وفلفل الاسود، حطيت رشة بسيطة قوي من الفلفل الاسود. نزلت باللحمة كده وهبتدي ان انا اشوحها زي ما انتوا شايفين كده. هفضل بقى اقلب فيها بالطريقه دي لغايه ما تاخد لون. معلش هنا الموبايل كان اتقلب مني، يعني اتعوج فما كنتش واخده بالي. نزلت بقى بعد ما اخدت لون، نزلت بكده بحوالي نص كيلو من البصل المفروم. فرمته ناعم جدا في الكبه عشان انا عايزه البصل ده يدوب معايا. بصوا ما شاء الله بقى، ريحتها تحفه، ريحتها تحفه وهي بتتشوح كده ريحتها حلوه جدا جدا. نزلت عليهم وانا بشوحهم كده بنص معلقه من بهارات اللحمه ونص معلقه من البهارات السبع، وكمان حطيت رشه فلفل اسود تاني. وخلاص على كده ما حطيتش الملح دلوقتي، الملح بحطه بعد ما بتستوي. هفضل بقى اشوح فيهم كده، وبعد كده هجيب كبشتين 3 من الشوربه اللي هي الشوربه الحلوه اللي احنا شفناها دي، هحطها عليهم عشان تستوي فيهم. كل ما تشرب الشوربه وهي لسه ما استوتش هبتدي احط لها كبشه كبشه، مش عايزه فيها سوائل كتير. وهركنها بقى على اهدى نار، على اهدى عين في البوتاجاز، واسيبها بقى مع نفسها لغايه ميعاد الفطار. بعد كده زي ما انتم شايفين هنعمل ايه تاني. هنجيب كده بقى حله معانا وهنحط فيها السكر اللي احنا هنكرمله عشان البسبوسه. النهارده اعملها بسكر مكرمل ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. حطيت كده 3 كوبايات ونص من السكر، 4 كوبايات ونص من السكر. وبعد كده هنبتدي نحط عليهم حوالي ربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه بس من الميه. هحطها على نار هاديه لغايه ما ياخد معايا لون الكرمله وهتشوفوه دلوقتي. هنا كانت عندي اللحمه استوت الحمد لله. هبتدي بقى ان انا احدقها، احط لها الملح بتاعها تاخد غلوتين 2، وهرفعها من على النار. بصوا ما شاء الله الشوربه فاتحه ازاي واللحمه تحفه. هنرفعها بقى من على النار خالص دلوقتي، وتعالوا شوفوا السكر بتاعي بعد ما اتكرمل. هبتدي انزل عليه ب4 كوبايات ونص من الميه، ميه مغليه في الكتل. وتوطي البوتاجاز خالص وانت بتحطي الميه عشان لا قدر الله لسعه الكراميل دي بتبقى صعبه جدا جدا. ربنا يحفظكم يا رب. بعد كده بعد ما حطيت الميه هبتدي تقليبه واحده وهطفي النار على طول. كانت عندي البسبوسه اخدت لون، هطلعها من الفرن وابتدي ان انا اسقيها. البسبوسه طلعت معايا مشققه شويه، بس لما شربت العسل كله يعني تحس ان هي ضمت في بعضها، ما كانش فيه التشقيقه دي خالص. هوريها لكم ان شاء الله واحنا بنحطها في الاطباق. بصوا بقى نزلت بكميه العسل كلها، كانت يا دوبك على البسبوسه عشان هما كيلو ونص ما شاء الله، فاخدت كميه العسل كلها. خلاص كده هركنها بقى تبرد خالص، وبعد كده هعبيها. هنا بقى كنت مقطعه بطاطس، والتسبيكه ما شاء الله عندي اتسبكت حلوه قوي. هبتدي ان انا احط البطاطس طبعا بعد ما غسلتها، نزلت عليها بالتسبيكه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هزودها نص ميه ونص شوربه، لان انا محتاجه برضو الشوربه معايا لسه هعمل بيها حاجه تانية، فمش عايزه اخلصها كلها. حطيت نص كميه السوائل ميه ونصها شوربه. هقلب بقى كل الكلام ده ونتبله مع بعض. هنا بقى هجيب الشوربه وابتدي ان انا احطها، هتديني تطعيمه حلوه جدا جدا في البطاطس. اسفه لو الفيديوهات يعني الفتره دي طويله، بس غصب عني انا بقصر لكم، يعني بجري الفيديوهات على قد ما بقدر، بس انا بحب ان انا اوصل لكم الفكره اللي انا بعملها. ده كان ورق لورا شلته مطرح الشوربه. حطينا هنا الشوربه وحطينا السوائل بتاعتنا كلها. نبتدي بقى نتبلها. هنتبلها بايه؟ حبه ملح وفلفل وحبه من بهارات اللحمه تديني بس طعم كده فيها، مش اكتر من كده. وهحط الملح بتاعها من دلوقتي وكله، لان البطاطس مش هتاخد معايا وقت. حطيت كمان رشه بابريكا عشان عايزه لونها كده يبقى احمر وجميل.
حطينا الملح وحطينا كل التوابل بتاعتها. هنسيبها بقى تغلي مع نفسها، واول ما تغلي شويه كده بهدي عليها النار شويه تستوي براحتها، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. لسه الفيديو مليان حاجات كتير هتعجبكم ان شاء الله. طبعا مش هي الحله دي بس اللي انا عملتها، انا عملت حلتين من البطاطس، لان زي ما قلت لكم انا مضاعفه كميه الوجبات النهارده علشان اعوض الكام يوم اللي احنا ما نزلناش فيهم وجبات. يعني كده طالما ربنا رزقنا بالخير نرزق الناس جنبينا. هنا دي الحله التانية من البطاطس، برضو هبتدي ان انا احط دي بقى اللي انا كنت مسبكه فيها اصلا، شلت يعني نقصت منها التسبيكه وبدات بقى ان انا احط كده البطاطس، وبرضو هعمل نفس اللي انا عملته في الحله الاولانيه. خلاص بعد ما خلصت كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها، هنحط برضو شوربة وهنحط مية ونحط التوابل بتاعتها ونظبطها كده ونحطها على النار تستوي مع التانية. بصوا ما شاء الله لون التسبيكة حلو قوي قوي، بس انا برضو حطيت لها يعني رشة بسيطة كده من البابريكا تخلي لونها اغنى واغنى. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان في مقطع كبير جدا اتحذف مني وانا بعمل مونتاج للفيديو، اللي هو بتاع الرز. يعني انا جيب يعني هتلاقوا هنا طريقه الرز، بس ما بانش الحلتين وانا بعملهم، وما بانش يعني ما وانا بحط بقى العقد بتاع الرز والكلام ده. فمعلش بقى غصب عني، بس هتتعوض ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. هنا بقى حطيت برضو فلفل احمر على الثوم كده معلقه نيه، بتدي البطاطس طعم وريحه حلوه جدا جدا. خلصنا كده البطاطس وخلصنا من البطاطس، تعالوا نخش على حاجة تانية. جبت حلة تانية على النار وبدأت احط فيها برضو سمنة وزيت، وهبتدي بقى اعمل فيها لسان العصفور. يبقى النهارده الوجبات بتاعتنا بطاطس ورز ولسان العصفور وبسبوسة. هتشوفوا شكلها في الاخر حلو جدا جدا، وكمان هتشوفوا فطارنا النهارده كان عبارة عن ايه في اخر الفيديو. هبدأ بقى اشوح كده لسان العصفور لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي الجولد الحلو ده. طبعا انا هبدل الحلل كلها على النار دلوقتي، يعني اجيب اللي بره جوه واللي جوه بره علشان بسعف نفسي وفي نفس الوقت اعرف اشتغل. خلاص ان انا نقلت كل الحلل وبدات بقى هنا جبت دي على نار عاليه، وهبتدي بقى ان انا افضل اشوح فيها لغايه ما تاخد لون جلد حلو كده، ونشوف هنعمل فيها ايه. حطيت بقى فصين من الحبهان، وعندي ورق مرقه فوريه هحط حوالي معلقه كده صغيره من المرقه الفوريه، برضو ادتني طعم حلو قوي قوي فيها. خلاص كده هنبتدي بقى هنغمق شويه كمان عشان كده لونها فاتح. ده اللون اللي انا عايزه اوصل له. جبت بقى الشوربه بتاعتي وابتدي انزل بيها زي ما انتم شايفين. عرفتوا بقى ان الشوربه بتنفعني ومش بستغنى عنها، لان بتنفعني جدا جدا وبعمل بيها حاجات كتير في الفيديوهات. خلاص كده حطيت الشوربه بقى هنظبطها. هحط كام فص من الحبهان. حطينا الحبهان، هحط رشه فلفل اسود ورشه ملح، وخلاص على كده تاخد يا دوبك غلوه واحده، وهطفي عليها واغطيها. مش بحب افضل اغلي فيها على النار، اديها غلوه واحده بالظبط واطفي عليها وغطيها، هتستوي معاكي وهتبقى تحفه. ظبطت الملح بتاعها، وطبعا هراعي ان انا محدقه الشوربه اصلا، فما حطيتش ملح كتير. خلاص كده خلصنا الشوربه. تعالوا بقى نعمل الرز، عشان كده خلاص كان فاضل حوالي ساعه ونص او ساعتين على الفطار، فيا دوبك على ما نعمل الرز ونبتدي ان احنا نعبي الوجبات بتاعتنا. هحط برضو سمنه على زيت، وهجيب بقى هجيب هنا حوالي كيلو من الشعريه، وهنزل بيه بالطريقه دي. الكوبايه دي انا عارفه معيارها بتعمل 3 كوبايات منهم بيعمل كيلو شعريه. خلصت كده هبتدي بقى اشوح الشعريه لغايه برضو ما اوصل للون الجلد الذهبي الحلو. ما بحبش اغمقها عشان ما تغمقليش الرز. بعد كده حطيت الرز زي ما انتم شايفين، وهحط الملح، وبعد كده هنزل بالعيد. طبعا مش دي الحله اللي انا عملتها، انا عملت حلتين، ادي واحده وفي واحده تانية، بس ما والله المقطع اتحذف مني، بس ان شاء الله النهارده متعوضه في الفيديو بتاعي النهارده. هبتدي انزل بقى بالملح وبرضه اشوح كده، وبعد كده بقى عندي ميه سخنه نزلت بيها. هنا بقى كنا بنعبي خلاص الوجبات، كانت ماما قاعده بتعبي الشوربه، بتحطها كده في العلب زي ما انتم شايفين، وبقفل عليها وبرص عشان بعد كده بحطهم بقى في حاجة وبوزعهم كلهم في وقت واحد. بصوا ما شاء الله شكل الشوربة تحفة ازاي. بنجيب بقى العلب دي بتبقى محكمة في الغلق قوي، بتستحمل الحرارة، فدي انا بخصصها للشوربة بس. يعني دي بتبقى دي علب الشوربة بس، ولو هعمل ملوخية. ما شاء الله ده البطاطس كنت حاطاه هنا عشان يتهوى كده، عشان نعرف برضو نعبيه في العلب ما يسيحش العلب مني. وهنا بقى كنت عبيت البسبوسة. بصوا ما شاء الله طالعة تحفة ازاي. بصوا ولا مشققة ولا فيها اي حاجة، يا دوبك بعد ما شربتها السيرب بتاعها كلها دخلت في بعضها كده ومفيش اي تشقيق. ودي الشوربة كنت خلصتها. وهنا كنا بنعبي البطاطس كمان،
وكل علبة كده بتحط فوق منها اللحمة بتاعتها، وبألف هنا وشفا على كل اللي كل منها. وبشكر كل اللي ساعدني ان انا اعمل الوجبات بتاعت السنة دي، ربنا يا رب يكرمهم. هنا كنا عبينا خلاص علب البطاطس برضو وغطيناها، وبنبتدي بقى نعبي اطباق الرز زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كان مثلا فاضل ساعة بالظبط على الفطار، عقبال ما بعبي الوجبات وبنزل اوزعها. بيبقى خلاص كده بطلع قبل الفطار ب10 دقايق، بربع ساعة بالظبط، يعني هما دول. يعني هو ده بقى الوقت اللي انا بحضر فيه الفطار بتاعنا احنا. بصوا ما شاء الله الشكل يفرح ازاي، تحفة. يا رب يجعله في ميزان كل اللي شارك فيه، وكل اللي كان السبب في ان الوجبات دي تتعمل، ربنا يجعله في ميزان حسناته يا رب. خلاص خلصت كده كل الوجبات بقى ونزلتها، وطلعت بقى احضر الفطار بتاعنا. كان برضو النهارده كنا بنفطر رز وبطاطس وشوربه، واللحمه زي ما وريتها لكم طريقتها اللي انا عملتها، وهوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. بصوا بقى شكل اللحمه بتاعتنا بعد ما استوت، اللي انا كنت عاملاها زي كباب الحله، تحفه ولونها حلو جدا جدا. وكان فطارنا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايكات يا بنات، وكل سنه وانتم طيبين.